السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أعمل لكم أكلة كتير سوريين بحبوها وكتير مشهورة بسوريا، هي الغريبة. الغريبة كتير طيبة طبعا وسهلة كتير، بس بدها تعليمات دقيقة شوي بالمقادير وطريقة التحضير حتى تنجح معكم. فخلينا نشوف المكونات. عندي كوب واحد سمنة، 3/4 كوب سكر بودرة، وعندي كوبين طحين، كوب سمنة كوبين طحين، 3/4 كوب سكر بودرة، وعندي ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر لأني ما بدي إياها ترفخ ترفع عندي كتير العجين، وعندي ماء الزهر. طبعا بدي أقول لكم على شغلة، أنا رح ضيف أول شيء المواد مثل ما عرفتوا وتعودتوا عليه. رح ضيف أول شيء للسمنة السكر البودرة. هلا أنا رح كون سريعة شوي، ما بدي أطول عليكم. رح نزل كل السكر المطحون فوق السمنة. طبعا الكمية قليلة جدا لأنه أسرتي صغيرة وأنا ما بحب الدسم كتير، فما باكل دسم، الكمية قليلة. طبعا انتو فيكم تضاعفوا الكمية اللي قلت عليها أنا حسب رغبتكم وحسب شو بتحبوا. طبعا حطيت فوق السمنة السكر البودرة. هلا هي عملية جمع، طبعا ما عملية عجن. ننتبه لهاي النقطة كتير منيح. رح اخذ لم السكر البودرة واجمعه مع السمنة لحتى يختفي كليا. هلا من بعد ما خلطت السكر تماما مع السمنة وحتى صار لونها افتح، صار لونها عبياض تقريبا، رح اضيف شيء بسيط من ماء الزهر، لان العجينة هاي الغريبة ما فيها سوائل ابدا، ما بنستخدم فيها السوائل. بس انا رح اضيف ماء الزهر لنضيف الطعم الطيبة والريح الحلوة الجميلة للغريبة. هلا شو رح اعمل؟ رح اضيف الطحين تدريجيا. رح اضيف ملعقة وشوف لما بتتماسك معي العجينة طبعا رح وقف، بضيف وبشوف. هي عملية جمع ما عملية عجن. انتبهوا لهالنقطة كتير منيح. يعني أنا جبت كوبين طحين، يمكن ما أحتاجهم كلهم. حل مظبوط. برجع بضيف لأنه الطحين اختفى عندي، برجع بضيف. عم علمكم الفكرة الأساسية كتير سهلة وبسيطة، ما بدها أي شيء. كمان بدي رح اضيف طحين وحرك. ويفضل اني انتقل على طاولة العمل لا اعرف اتحكم اكتر واعرف شو بدها العجينة اكتر. بفضل هيك على طاولة العمل شوف أنا شو صار معي. ضيف طبعا، ضيف طحين، حسب كل واحد ونوع طحينه. برجع بكرر هاي القصة
كل واحد نوع طحين وشكل. في ناس بياخدوا كوب ونص، في ناس بياخدوا كوبين، في ناس بياخدوا اكتر. يمكن انا احتاج هلا ل كوبين ونص. المهم انه الفكرة والمبدأ انه الغريبة ما بتنعجن. اول نقطة الغريبة ابدا ما بتنعجن. ثاني نقطة بدنا نحصل على عجينة منيحة متماسكة من دون ما نعجن، مشان اثناء الخبز ما تفرط معنا، لانه طبعا فيها كوب سمنة. نحن حاطين كوب سمنة. هلا اذا بدنا نحس انه من كوب واحد، من كوب طحين واحد انجمعت معنا، اكيد رح تفرط لانه فيها كمية سمنة كبيرة. فمنحط مشان ما تفرط ان شاء الله. ضيف رشات هيك على سطحها، برجع بقلبها وبضيف ايضا طحين. وكل الطحينات بجيبهم شايفين بدون ما اعجن. رح اضيف كل باقي الكوبين، وهيك بكون انا استهلكت كوبين الطحين، مشان اضمن ما يفرط معي شيء. طبعا سكر بودرة، لانه سكر البودرة بخليها تكون مرهمة وناعمة. انتو بتعرفوا والمانو سوريين اللي اكلين غريبة بسوريا بيعرفوا انه كان القرص فعلا ناعم جدا، ما في اي سوائل. طبعا اياكم تضيفوا سوائل، اياكم تضيفوا سوائل. طبعا رح اضيف براس الملعقة تقريبا، انا ما بدي اياها ترفخ، رح اضيف بيكنج باودر ربع ملعقة تقريبا. وهيك جمعناها. رح نشوف. لا انا لسه بدي طحين. هلا العجينة خلص هذا شكلها بعد ما جمعتها. طبعا ما بتعجنوا معه جمع. هلا رح في ناس بتحب تقطع او شيء، فممكن الشكل مثلا ينخرب او شيء لانه فيها كمية دهن. فانا بلاقي انه الشكل الاحلى هو هالطريقة، كورة بهالطريقة حسب الحجم اللي انا بدي اياه طبعا. و بحط بوسطها حبة فستق حلبة، وبحطها على صينية انا حاطة عليها ورق زبدة، ورق خبز. لانه بدي اقول لكم ليش، لانه انا الصينية اللي بدخلها على الفرن نفسها ممتازة للخبز عندي. فانتوا اذا عندكم صواني كتير بتقدروا تستخدموهم، اما انا لان الصينية هاي ممتازة عندي للخبز، فانا بحب اني اخبز فيها. فبشيل ورق الزبدة مباشرة وبحطه على سطح بارد، مشان سطح بارد يعني طاولة المطبخ طبعا او اي طاولة تاني، مشان تبرد الغريبة. ما بقدر لقها ابدا غير لتكون باردة كليا.
ما بقدر لقها ولا المسها غير تكون باردة كليا. وطبعا ما طابات الغريبة لا كتير سماك ولا كتير رفاع، بدهم يكونوا وسط، وما بتقدروا تدقروا، برجع بعيد الغريبة غير لتكون باردة. فأنا بشيل ورقة الزبدة من الصينية وبحطها على جنب لتبرد كليا، بقدر اني حطها ورتبها بصحن التقديم. فهلا شو رح نعمل؟ بعده طبعا بين القطع، بعده بين القطع واخبزوها على درجة حرارة 150 بالوسط. وطبعا انتم بتعرفوا الغريبة ما بتاخد لون ابدا، بضل لونها ابيض، فاياكم راقبوا كتير مزبوط لانها حساسة، وراقبوا كتير مزبوط، وبيعرف كل واحد فرنه شو حرارته، يمكن اقل تحطوا اذا كان قوي فرنكم. فانا عم انصحكم هالنصيحة، تبعوها وراقبوا الفرن كتير منيح. وهي الغريبة خلصت، ريحتها بتشهي وطعمتها اكيد اطيب مثل ما عودتكم. ما تنسوا اللايك والشير والضغط على اسفل الفيديو على زر الاشتراك، وشكرا كتير لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.